اللي توصل لها، الا انه الان معظم او بعض من بلدان المنطقه ركبوا قطار تطبيع مع الكيان الصهيوني منذ سنه 2020، ونقدروا نذكروا من بينهم المملكه البحرين والامارات وحتى السلطه العسكريه في السودان، وايضا المغرب اللي لم يعد فقط يتواطأ مع الكيان الصهيوني، انما كيدعمه بطريقه مباشره وبتنسيق استراتيجي. وهذا التطبيع في البلد ديالنا وصل لمختلف اشكال المجالات الثقافيه الاقتصاديه وحتى العسكريه. قاد الجامعه الربيعيه 19 الدوره ديال 19 اللي كنديروا دابا في الرباط في هاد الايام ديال 25 26 27 افريل، هي محطه سنويه كنديروها كل عام، وحنا 25 عام هذه جات يعني زعما كتلاقى هذا العام مع الذكرى 25 ديال التاسيس ديال اتاك في 2000، واختار لنا هكا عنوان بعدا ديال الجلسه، يعني العنوان بعدا الشعار ديال الجامعه الربيعيه هو دعم المقاومات ومسيره النضال من اجل الحريه. وفي يعني اصرينا على ان الندوه الافتتاحيه تكون على القضيه الفلسطينيه والتطبيع، وهذا الشيء كنا درناه اصلا عاوتاني في الجامعه الربيعيه اللي درنا في اكادير، في الجامعه الصيفيه اللي درنا العام اللي فات في اكادير نفس الشيء بالنسبه للقضيه الفلسطينيه، لانه كنعتبروها مساله جوهريه بالنسبه لنا حنا في النضال اليوم، بالخصوص انه كنشوفوا ان المغرب اليوم غادي يعني في التطبيع ماشي غير تطبيع هذه التواطؤ، وشفنا كيفاش انه كاين هناك دابا السماح للسفن الاسرائيليه باش يجيو السفن يعني الموانئ المغربيه يحطوا فيها هذا، وشفنا كيفاش انه كانت الاحتجاجات كبيره ضد هذاك الشيء، وهذه الاحتجاجات هي استمرار الاحتجاجات الشعبيه واحد عام ونص هذه اللي كيطالب الشعب المغربي من اجل اسقاط التطبيع. دونك هذا السياق كله دابا ديال الحرب الاباده الصهيونيه اللي كدير في الشعب الفلسطيني، وفي هذا السياق الاقليمي كله كتبان لنا القضيه الفلسطينيه راه مساله جوهريه ومرتبطه كاع بالقضايا النضال اللي كنشتغلوا عليها، وبالتالي حنايا داكشي علاش ولينا الاهميه لهذا الشيء. وفعلا اليوم راه كان واحد الحضور جد متميز، وكان نقاش وكانت مداخلات اللي هي زعما جد مهمه، وبالتالي حنا راه مستمرين في هذه القضيه، وخرجت زعما حتى على شكل توصيات انه فعلا نزيدوا نوسعوا هذا التضامن في واحد العدد ديال المقترحات اللي حنا غادي نعاودوا نزيدوا نفرغوها باش نخدموا على هذه القضيه الفلسطينيه بجميع ما تم من افكار اللي تداولوا في هذه الجامعه في هذه الندوه. احنا كشباب اليوم ما رحناش في هذه الوضعيه، الرساله ديالنا ما مخبياش في الظلام. كنظن ان الرساله اليوم واضحه امام كل هذا العنف الامبريالي الكبير اللي كنشوفوه، حرب اباده جماعيه كامله الاوصاف على الشعب الفلسطيني في غزه. كنظن ان الرساله واضحه، وهي التعارك المباشر والاشتباك المباشر مع العدو الصهيوني، مع المصالح ديالو، مع المصالح ديال المشروع الصهيوني بشكل عام، سواء في المغرب ولا في المنطقه وفي العالم. مناهضه التطبيع اليوم في المغرب ومناهضه جميع انواع التورط او التربح، التورط مع المشروع الصهيوني او التربح منه، هي خاصها تكون اولويه ديال جميع القوى الحيه والمناضله في المغرب. مناهضه المشروع الصهيوني خاصها تكون في القلب ديال النضالات ديالنا، لان هذا المشروع الذي يبيد اليوم الشعب الفلسطيني في غزه هو خطر وجودي على جميع شعوب المنطقه، من بينها الشعب المغربي. الشعب المغربي اللي اليوم كيرفض جميع انواع التورط وجميع انواع العلاقات التي تسميها السلطات علاقات طبيعيه مع دوله الاحتلال، ولكن لا شيء طبيعي في هذه العلاقات هذه. اليوم هذه العلاقات مع المشروع الصهيوني مع دوله الاحتلال تورط المغرب مباشره في جريمه الاباده الجماعيه، من خلال المثال الاكبر هو سماح سلطات في المغرب لسفن الإبادة بالرسوف في الموانئ المغربية، وهي محملة بعتاد عسكري من الولايات المتحدة الأمريكية متجه إلى إسرائيل. هذا الشيء كينقل السلطات من موضع التطبيع أو كما قلت ما يسمى علاقة طبيعية إلى موضع التورط المباشر. هذا التورط المباشر اللي الشعب المغربي كيرفضه في الشوارع، في الساحات، في المظاهرات والوقفات، العمال المغاربة كيرفضوه، والشباب بالضروره خاصهم مكان هو وسط هذا النضال، هذا النضالات ديال الشباب ولا
النضالات ديال الطلبه ليست منفصله عن نضالات الشعب، وهذه كنشوف انها اولويه اليوم عند الشعب المغربي، وهي في الحقيقه وتر حساس. اكبر دليل عليه هو الكميه ديال القمع اللي تعرضت لها هذه الوقفات والمسيرات، وايضا كميه التحريض والمغالطات اللي كتنشر في مواقع التواصل الاجتماعي وفي المواقع الالكترونيه. هذا النوع الجديد من التطبيع الذي كثف في اتفاقيه ابراهام وكثف كذلك في الاتفاقيات التي وقعها النظام المغربي في دوجنبير من 2020 مع الكيان الصهيوني.